تم توقيف الرجل الملتحي بعد انتشار الفيديو الذي وثق الشجار العنيف والذي أثار ردود فعل متباينة في المجتمع. أظهر الفيديو تفاصيل الحادثة حيث حاولت المرأة صفع الرجل لكنه تصدى لها وأسقطها أرضاً. نتج عن هذا التصادم إصابة الطفل الصغير الذي نطحه الرجل برأسه أثناء الشجار. تدخل بعض المواطنين على الفور لفض النزاع وتهدئة الأجواء المحيطة. تم عقد صلح ميداني بين الأطراف المتنازعة حيث قبلت المرأة التسوية واستلمت هدايا. رغم ذلك واصلت الأجهزة الأمنية متابعة القضية وفتحت تحقيقاً رسمياً بعد انتشار الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أحالت الأجهزة الأمنية الملف إلى القضاء الذي أصدر قراراً بإيداع الرجل الحبس المؤقت في انتظار المحاكمة. أثار هذا القرار انقساماً كبيراً بين مؤيدين يرون فيه حماية للمرأة والطفل ومعارضين يعتبرونه مبالغة.